معكم من داخل محافظة المنيا أحمد رافت مراسل موقع القاهرة 24. ومعنا دلوقتي إحدى النجاه من طبعا إعصار ليبيا الكارثي، هنسمع منه التفاصيل دلوقتي. عبد الرحمن من محافظة المنيا هيحكي لنا على التفاصيل من البداية وهيحكي لنا إيه اللي حصل. أهلا بيك عبد الرحمن معانا في القاهرة 24. عرف الناس بنفسك عبد الرحمن واحكي لنا بقى إيه اللي حصل. عبد الرحمن عبد الرحمن هلال. انا كنت في ليبيا. احنا قاعدين في الحشان. لما قاعدين في الحشان النطرة بتنطر. كان يوم الحد من الصبح لحد الساعة 2. وجينا للساعة 2:30 بالظبط، لقينا حد بيخبط علينا. هنيجي على حد بيخبط علينا، بنفتح الباب لقينا الأمية عدت الدور الأول. الناس ماتت وناس عامت في الأمية. أنا من ضمن اللي عمت بره الأمية. طلعت الأمية كل ما تروح أما تطلعني للخامس. طلعت للخامس، مسكت في الدور الخامس في عمارة. مسكت في العمارة دي، قعدت أكتر من ساعة وأنا واغمى عليا. واحد ليبي، أنا ما كانش عليا هدوم خالص. الناس كلها ما كانتش عليها هدوم. ضغط الأمية ما كانش عليها هدوم، ولا صبيان ولا لا مؤاخذة حريم ولا أي حد. كله دوا. واحنا قعدنا نطلع في ناس مصرية ميتة وناس ليبية ميتة وكل ده. جينا قعدنا شوية، الأمية هديت. قعدنا ندعبس على الناس تحت التراب. الحشان وقعت عليها، كل ده الحشان والعماير وقعت عليها، مش عارفينهم فين. قعدنا ندعبس عليهم مش لاقينهم. كله ده اما ندعبس على كذا حوش، بدل الحوش يجي 10 حواش. مندعبس عليهم من المشارقة برضه مش لاقيينهم. في ناس عايشة حاليا دلوقتي هناك اما ندعبس على الناس دي. في ناس برضه قاعدة على ما ندعبس عليها عشان تجيب حد ومش لاقيين. كنتوا نايمين يا عبد الرحمن ولا احنا إيه كنا اللي حصل؟ نايمين. كنا نايمين، ما اقول لك زي اللي كان واحد بيتجر علينا. احنا هنجعلها حكومة بالليل. هنجعلها حكومة. اول ما قعدت افتح، انا اللي طلعت فتحت. قعدت افتح، الأمية خدتني خبطتني في الحيطة. الأمية كانت كل ما تروح اما تطلعني للسقف. قعدت اعوم تحت الأمية. طلعت بره الباب. الأمية كل ما تروح اما تعليني لحد الدور الخامس. جيت لقيت حيطة كده، جيت مسكت فيها في الدور الخامس. أول ما مسكت فيها قعدت شوية واغمى عليا. ما كنتش واعي لقيتها حاجة. لما اغمى عليا جيت قعدت فوق، لقيت ناس مصرية وناس ليبية ما طلع